احنا زمان كنا مقسمين الفترات اللي عاش فيها المصريين لحاجه اسمها عصور تاريخيه. قسمنا التاريخ عندنا لاربع عصور تاريخيه، ايه هما؟ بص معايا. اول حاجه عندي عصور اسمها العصور القديمه. طب مصر العصور القديمه دي بدات من امتى؟ العصور القديمه دي بدات من القرن الرابع قبل الميلاد، ودي الفترة اللي الإنسان بدأ يعرف فيها الكتابة. يعني احنا هنا بدأنا العصور التاريخية دي من أول ما الإنسان بدأ يسجل وعرف الكتابة، من أول ما بدأ يسجل كل حاجة هو بيوصل لها. يعني بالبلدي كده لما أجي أقول لك احنا بدأنا العصور التاريخية دي إمتى؟ بدأنا العصور القديمة دي إمتى؟ هتقول لي لما الإنسان عرف الكتابة. دي الفترة اللي الإنسان عرف فيها الكتابة. طب إمتى بالظبط يا مصر؟ الإنسان عرف الكتابة سنة 3350 قبل الميلاد، ودي الفترة اللي بدأت فيها العصور التاريخية. طب انا عندي العصور القديمه دي انا عرفت فهمت بدات من القرن الرابع قبل الميلاد لغايه امتى؟ قال لك حتى 476 ميلاديا. دي اول فتره اللي هي العصور القديمه. طب العصور الثانيه، الفتره الثانيه سميناها مع بعض باسم العصور الوسطى. العصور الوسطى دي هتبدا امتى؟ قال لك هتبدا بعد القديمه على طول. يعني من اول 476 ميلاديا قال لك حتى 1453 ميلاديا. دي فتره العصور الوسطى. كل ده انا ما فهمتكش ايه اللي حصل في العصور دي، كل ده احنا بنفهم مع بعض ايه العصور اللي اتقسمت زمان. قال لك بعد العصور الوسطى جات لي فتره ثالثه اسمها العصور الحديثه. طب مش صار العصور الحديثه دي هتبدا امتى؟ قال لك العصور الحديثه هتبدا بعد الوسطى على طول، من 1453 ميلاديا لغاية 1914. طب مش صار انت لغاية دلوقتي قلت لي 3 عصور قديمة وسطى حديثة. اخر عصور اخر فترة قال لك هي العصور المعاصرة، ايوه اللي احنا عايشينها دلوقتي. قال لك العصور المعاصرة دي هتبدأ بعد الحديثة على طول، من اول 1914 حتى الآن يا صديقي. تمام. طب مستر كده انا عرفت ان التاريخ عندي متقسم 4 عصور: قديمه، وسطى، حديثه، معاصره. تعال نشرحهم مع بعض ونفهم ايه اللي حصل في الفترات دي. قال لك يا باشا العصور القديمه هي بدات من اواخر القرن الرابع قبل الميلاد حتى 476 ميلاديا. طب مصر قال لك 476 ميلاديا، قال لك في حاجه مهمه جدا حصلت في التاريخ ده. قال لك في التاريخ ده سقطت حاجه اسمها الامبراطوريه الرومانيه الغربيه، وخلي بالك منها هنشرحها بعد شويه وهنحتاجها. طب سريعا كده عشان تبقى فاهم. قال لك روما في الوقت ده كانت مقسومه لجزئين: الامبراطوريه الرومانيه الشرقيه والامبراطوريه الرومانيه الغربيه. قال لك هنا الامبراطوريه الرومانيه الغربيه سقطت في الوقت ده. طب مستر انا عندي ايه اللي حصل في العصور القديمه؟ بص يا باشا. قال لك في العصور القديمه الانسان عرف الزراعه والاستقرار، وكمان في الفتره دي بدات لما الانسان عرف الكتابه. قال لك كمان في العصور القديمه دي الفتره اللي الانسان بدا يبني فيها الحضاره، يعني كل المعابد والاهرامات والاثار اللي موجوده عندنا والمتاحف اللي عملوها المصريين القدماء، كل ده حصل في فتره العصور القديمه. قال لك الفترة دي اللي بنينا فيها المقابر والمعابد واللي عملنا فيها كل الحضارات اللي موجودة في بلاد الشرق واللي موجودة على البحر المتوسط، زي الحضارة المصرية القديمة اللي هي الحضارة الفرعونية، حضارة بلاد العراق، حضارة بلاد فينيقيا، حضارة بلاد فارس. يعني من الآخر يا باشا، فترة العصور القديمة دي الفترة اللي احنا عملنا فيها الحضارة الفرعونية المصرية القديمة، اللي هي الأهرامات والمقابر والمعابد. دي الفترة اللي بنينا فيها. مش احنا بس، ده احنا وبلاد العراق وفينيقيا وبلاد فارس. يعني لما اجي اقول لك الحضاره الفرعونيه تنتمي للعصور اللي هي هتقول لي العصور القديمه، حضاره فينيقيه، حضاره عراقيه، حضاره بلاد الفرس. لما اجي اقول لك كل الحضارات دي تنتمي للعصور اللي ايه هتقول لي للعصور القديمه. لما اجي اقول لك مثلا بناء الاهرامات خوفو وخفرع، بناء مش عارف هرم سقاره المدرج، كل الاهرامات دي والمعابد هتقول لي اتبنت في فتره العصور القديمه. خلي بالك في حاجه مهمه كمان. في العصور القديمه دي الفتره اللي اتولد فيها السيد المسيح عيسى عليه السلام. دي كده العصور القديمه. تعال بقى معايا على العصور الوسطى. بيقول لك في العصور الوسطى بدأت من 476 حتى 1453. بص يا باشا. قال لك في 1453 ده حصل حدث مهم جدا، ايه هو؟ قال لك الدولة العثمانية في الفترة دي كان ليها سلطان اسمه محمد الفاتح او محمد الثاني. عمل ايه محمد الفاتح ده؟ قال لك محمد الفاتح ده حارب دولة اسمها الدولة البيزنطية، وكمان خد منهم العاصمة بتاعتهم وفتحها. طب العاصمة بتاعتهم كان اسمها ايه؟ كان اسمها القسطنطينية. فقال لك في الفترة دي محمد الفاتح فتح مدينة القسطنطينية اللي كانت عاصمة الدولة البيزنطية، فتحها وخدها وبقت عاصمة الدولة العثمانية. يعني المدينة دي بدل ما كانت تابعة للبيزنطيين بقت تابعة لمين؟ للعثمانيين. وقال لك في الفترة دي كمان سقطت الإمبراطورية الرومانية الشرقية. يبقى خلي بالك، من شوية سقطت الإمبراطورية الرومانية الغربية، ودلوقتي سقطت الإمبراطورية الرومانية الشرقية. طب مستر إيه اللي حصل في العصور الوسطى؟
في العصور الوسطى هنا بقى ايه اللي حصل؟ قال لك في العصور الوسطى انتشرت الديانه المسيحيه. في الوقت ده طلع بابا الكنيسه الكاثوليكيه في اوروبا، سيطر على كل حاجه، سيطر على جميع نواحي الحياه، وقال لك انا اللي هحكم كل حاجه غصب عن الشعب حتى لو الشعب مش عاجبه. وفعلا بابا الكنيسه الكاثوليكيه سيطر على جميع نواحي الحياه، واوروبا اتدهورت جدا 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 في الوقت ده. يعني لما اجي اقول لك مرت اوروبا بانتكاسه حضاريه امتى، هتقول لي في العصور الوسطى، لما سيطر بابا الكنيسه الكاثوليكيه على جميع نواحي الحياه. طب مستر، بابا الكنيسه الكاثوليكيه ده سيطر على جميع نواحي الحياه بالعافيه. طب ده مش بيفكرك بحاجه لسه واخدينها من شويه في اهميه التاريخ؟ ده بيعبر عن التعصب، الابتعاد عن التعصب. اللي عمله بابا الكنيسه الكاثوليكيه ده يعتبر تعصب. طب مستر بقول لك ايه، بعد ما الدنيا اتدهورت في اوروبا وبدات الفتوحات الاسلاميه تنتشر في كل مكان في كل حته، يعني مثلا لو جيت قلت لك روما عمرو بن العاص بفتح مصر هتقول لي في العصور الوسطى. لو جيت قلت لك روما عمر بن الخطاب بفتح القدس هتقول لي في العصور الوسطى. كل الفتوحات الاسلاميه حصلت في العصور الوسطى، ومن هنا بدا ينتشر الاسلام في كل مكان، من اول الصين شرقا حتى الاندلس في الغرب. يبقى كده لما اجي اقول لك ايه اللي حصل في العصور الوسطى هتقول لي دي الفتره اللي انتشر فيها المسيحيه وسيطر بابا الكنيسه الكاثوليكيه على جميع نواحي الحياه في اوروبا. وهنا ظهر الإسلام في القرن السابع الميلادي، وانتشرت الفتوحات الإسلامية، فازدهرت الحضارة الإسلامية من بلاد الشرق حتى بلاد الغرب. كده لما اجي اقول لك انتشرت الديانة المسيحية امتى هتقول لي في العصور الوسطى. الديانة الإسلامية والفتوحات الإسلامية انتشرت إمتى؟ في العصور الوسطى. طب ما خدتش بالك من حاجة؟ إن كل الحاجات اللي حصلت في العصور الوسطى كانت عبارة عن الديانات. يعني لما أجي أقول لك بتتسم العصور الوسطى دي بإيه؟ هتقول لي العصور الوسطى دي بتتسم بالطابع الديني. أيوه مستر، كل اللي أنت شرحته لي في العصور الوسطى بيعبر عن النواحي الدينية. يبقى تاني لما أجي أقول لك فتوحات إسلامية، انتشار الديانة المسيحية، سيطرة بابا الكنيسة الكاثوليكية على جميع نواحي الحياة في أوروبا، كل ده حصل إمتى؟ هتقول لي في العصور الوسطى. اوروبا مرت بانتكاسه حضاريه وتدهور وتاخر امتى؟ هتقول لي في العصور الوسطى. طب اوعى تنسى انا عندي في اخر العصور الوسطى فتحنا مدينه القسطنطينيه وبقت عاصمه الدوله العثمانيه. مستر احنا فتحناها في اول العصور ولا في اخرها؟ في اواخر العصور الوسطى. بس خلي بالك احنا حاولنا اكتر من مره ان احنا نفتح مدينه القسطنطينيه اثناء العصور الوسطى بس ما عرفناش. نجحنا وفتحنا المدينه دي في اواخر العصور الوسطى. وكده يبقى خلصت العصور الوسطى. تعالى مع بعض ركز بقى معايا قوي في العصور الحديثه. بص يا باشا، قال لك اوروبا في العصور الحديثه اكتشفوا حاجه اسمها طاقه البخار، واستغلوا طاقه البخار دي في ان هم بنوا عدد كبير وضخم جدا جدا من المصانع. واوروبا بقى عندها تقدم صناعي رهيب، بقى عندها ثوره صناعيه، عدد مهول من المصانع. طب مستر، طاقه البخار اللي هم اكتشفوها دي احنا هنسميها مع بعض باسم النهضه الاوروبيه. النهضه الاوروبيه دي خلتهم يعملوا عدد مهول من المصانع اللي هي الثوره الصناعيه. يعني اوروبا دلوقتي لسه متاخره ومتخلفه شبه العصور الوسطى؟ لا يا عينيا، اوروبا دلوقتي بتطور من نفسها، اكتشفت طاقه البخار فبدات تعمل عدد مهول من المصانع. يعني اوروبا دلوقتي في العصور الحديثه بقت متطوره جدا جدا. طب مستر لما اجي اقول لك النهضه الاوروبيه ادت لايه؟ ما انت لسه قايل لي ادت لثوره صناعيه. واوروبا بقى عندها عدد مهول من المصانع وعدد ضخم وكبير جدا 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 من المنتجات. تمام. طب مستر، اوروبا بقى عندها عدد منتجات كتير قوي، قالت لك احنا عايزين نبيع المنتجات دي، هنبيعها فين؟ احنا عندنا عدد ضخم، هنبيع المنتجات دي فين؟ قالت لك هنطلع نكتشف اماكن جديده نبيع فيها المنتجات بتاعتنا. فهنا اوروبا هتعمل حاجه اسمها رحله كشوف جغرافيه، هتطلع تكتشف اماكن تبيع فيها المنتجات بتاعتها. واوروبا وهي بتعمل رحله الكشوف الجغرافيه يا صديقي في العصور الحديثه هتكتشف قارات العالم الجديد كلها، اللي هي امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واستراليا وانتاركتيكا اللي هي القاره القطبيه الجنوبيه. ايه ده مستر، يعني احنا قبل العصور الحديثه ما كناش نعرف امريكا؟ لا، اكتشفنا قارات العالم الحديث كلها في العصور الحديثه. يعني لما اجي اقول لك تم اكتشاف امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، استراليا، انتاركتيكا، اي قاره من دول هتقول لي اكتشفناهم في العصور الحديثه. طب مستر كمان في العصور الحديثه اكتشفنا طريق راس رجاء الصالح. فقال لك دلوقتي اوروبا بسبب المنتجات عملت حركه كشوف جغرافيه واكتشفت كل قارات العالم الجديد. طب بقول لك يا بس هنا اوروبا قالت لك انا هروح ابيع المنتجات بتاعتي في قارات العالم الجديد على ان ضيفه؟ لا، اوروبا بعد حركه الكشوف الجغرافيه من هنا بدات تفكر انها تحتل وتسيطر على الدول العربيه.
ومن هنا يا صديقي ظهرت حركة الاستعمار الأوروبي. يعني لما أجي أقول لك فرنسا احتلت مصر إمتى، هتقول لي في العصور الحديثة. إنجلترا لما جت احتلتنا برضه في العصور الحديثة. يبقى العصور الحديثة دي حصلت فيها حاجات كتير، تعال نفسرها مع بعض. أول حاجة قلت لها مستر كان عندي نهضة أوروبية أدت لثورة صناعية. في أوروبا لما عملت مصانع قررت إنها تكتشف أماكن تسوق فيها للمنتجات بتاعتها، فعملت حركة كشوف جغرافية. فحركة الكشوف الجغرافية أدت لحركة استعمار أوروبي. طب مستر ايه الحاجه اللي ادت لكل ده؟ يعني لما اجي اقول لك ايه العنصر المحرك للاحداث في العصور الحديثه، ايه الحاجه اللي قلبت كيان اوروبا؟ هتقول لي هنا اللي شقلب كيان اوروبا كانت النهضه الاوروبيه. دي العنصر المحرك للاحداث في العصور الحديثه. تمام يا صديقي. طب مستر سريعا كده لما اجي اقول لك النهضه الاوروبيه ادت لايه، هتقول لي ادت لثوره صناعيه. طب والثوره الصناعيه لحركه الكشوف جغرافيه. طب لما اجي اقول لك حركه الكشوف الجغرافيه ادت لايه، هتقول لي ادت لحركه استعمار اوروبا. يبقى كده اوروبا بعد ما كانت متخلفه في العصور الوسطى بقت متقدمه جدا جدا في العصور الحديثه. وعايز اقول لك انتهت العصور الحديثه في 1914 بقيام الحرب العالميه الاولى. تعال بقى معايا على العصور المعاصره. في العصور المعاصره هنا قال لك بدأت من 1914 حتى الآن، يعني احنا عايشين في العصور المعاصرة. ايه اللي حصل يا مستر في العصور المعاصرة؟ عارف الدول اللي احتلتنا في العصور الحديثة؟ ايوه يا مستر عارفهم، زي فرنسا وانجلترا والدول دي. مالهم؟ قال لك الدول دي في العصور المعاصرة مشيناهم، يعني احنا دلوقتي مش محتلين. كل حركات الاستعمار اللي حصلت لنا في العصور الحديثة اتخلصنا منها في العصور المعاصرة، يعني مشينا المستعمر من عندنا في العصور المعاصرة. فبيقول لك اول حاجة عملناها ظهرت حركات التحرر والاستقلال من الاستعمار. يعني بالبلدي ايه العيب اللي حصل لنا في العصور الحديثه وتخلصنا منه في العصور المعاصره؟ العيب ان احنا احتلينا في العصور الحديثه، والميزه ان احنا اتخلصنا من الاحتلال في العصور المعاصره. طب يا مستر ايه كمان حصل في العصور المعاصره؟ قال لك بقى في العصور المعاصره ايه، ما اقولكش ظهرت التكنولوجيا والاختراعات. الموبايلات اللي احنا ماسكينها في ايدينا 24 ساعه، كل الاختراعات الحديثه قال لك حصلت في العصور المعاصره. الانسان في العصور المعاصره بقى هو اتطور جدا جدا جدا. فلما اجي اقول لك ظهور التكنولوجيا، ظهور الاختراعات الحديثه، الموبايلات، الايفون، كل ده هتقول لي ظهر في العصور المعاصره. قال لك كمان الانسان في العصور المعاصره هبط على سطح القمر واكتشف الكواكب الاخرى اللي موجوده جنبنا. يعني كل الكواكب اللي انت كنت بتاخدها زمان في اعدادي دي احنا عرفناها في العصور المعاصره، زي عطارد والزهره والمشتري والمريخ. ايه كمان يا مستر حصل في العصور المعاصره؟ قال لك كمان في العصور المعاصره هبط الانسان على سطح القمر واكتشف الكواكب اللي موجوده جنبينا. يعني كل الكواكب اللي انت خدتها في اعدادي دي احنا اكتشفناها وعرفناها في العصور المعاصره. بس قال لك على الرغم من ان العصور المعاصره كان فيها مميزات كتير بس كان فيها عيوب. قال لك العصور المعاصرة حصل فيها تلوث كبير جدا جدا للبيئة. قال لك كمان في العصور المعاصرة ظهرت الأمراض الخطيرة زي وباء كورونا اللي ظهر من كام سنة. يعني العصور المعاصرة فيها تناقض، زي ما كان فيها مميزات كان فيها عيوب زي تلوث البيئة وتفشي الأمراض الخطيرة. يبقى كده أنا عندي العصور التاريخية كانت عبارة عن 4 عصور. العصور القديمة اللي حصل فيها الحضارات والبناءات والمقابر والأهرامات. العصور الوسطى اللي انتشر فيها الديانة المسيحية والإسلامية والفتوحات الإسلامية اللي بتتسم بالطابع الديني. العصور الحديثة اللي كان فيها تكنولوجيا في أوروبا وتقدم، والعنصر اللي قلب كيان أوروبا فيها هي النهضة الأوروبية. وآخر فترة العصور الرابعة وهي العصور المعاصرة. وكده يا صديقي يبقى احنا خلصنا مع بعض الدرس الأول، اتكلمنا عن الحضارة، اتكلمنا عن التاريخ، اتكلمنا عن العصور التاريخية. في نهاية الحلقة الأولى يا صديقي بعد ما خلصنا الدرس الأول تاريخ، عايز أقول لك أنت جيت طالع من إعدادي متلخبط في الثانوية العامة، عمال تسمع كلام كتير ثانوية وبكالوريا وبتسمع كلام كتير جدا جدا جدا. بس عايز أقول لك على حاجة، والله يا صديقي الثانويه العامه سهله جدا، الا عليك بس اللي مطلوب منك اللي انت ما تراكمش حاجه عليك. عارف لو انت ما راكمتش حاجه هتلاقي الدنيا سهله جدا جدا ومفيش حاجه صعبه. اتعب وذاكر كويس من الاول وهتلاقي كل حاجه معاك سهله وبسيطه. كان معاك النهارده اخوك وحبيبك المؤرخ مستر عمرو جمعه.